سلام عليكم. بطولة كأس العالم على الأبواب. في ليلة كأس العالم 32 منتخب يحاربون يتنافسون على لقب كأس العالم، وفي 18 ديسمبر هيتم الكشف عن المستور وهنعرف مين هو بطل كأس العالم مونديال قطر 2022 ان شاء الله. هنا على قناة اللمسة الأخيرة هنتكلم عن كل منتخبات كأس العالم، فما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات في الوصف. اهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. قبل ما نبدأ عايز اتكلم شوية عن دولة قطر واستضافتها لكأس العالم. اتوقع ان مونديال قطر 2022 هيكون الاجمل والامتع واقوى مونديال اتلعب من ال21 نسخة اللي فاتوا والنسخ اللي جاية كمان، وان هو هيكشف دول اوروبا اللي هتستضيف كأس العالم بعد كده، لان من ناحية التنظيم مفيش احسن من دولة قطر تستضيف كأس العالم، ودوت اللي احنا شفناه في بطولة عدت زي كأس العرب. وفي افادة تانية من استضافة دولة قطر لكأس العالم، ودوت اللي هيغير وجهة نظر الغرب اتجاه الدول العربية والدول الاسلامية، واللي هيبين لهم قد ايه ان دولة قطر دولة متقدمة. وفي نقطة تانية عايز اتكلم عليها، ان دولة قطر حطت عقوبات على اللي هيخالف قوانين وتقاليد دولة قطر. بس كده ونرجع لموضوعنا الاساسي. هنبدأ النهاردة بالمجموعة الاولى اللي بتضم قطر صاحبة الارض والاكوادور والسنغال وهولندا. واول منتخب هنتكلم عليه النهارده هو منتخب قطر صاحب الارض، وهو اول منتخب عربي معانا من الاربعه العرب اللي مشاركين في كاس العالم. والحقيقه منتخب قطر منتخب من المرشحين ان هم يتاهلوا من دور المجموعات، خصوصا لسببين. الاول ان المونديال هيتلعب في قطر، وتاني حاجه ان اتاكد غياب ساديو ماني عن كاس العالم، واللي دوت هيحط منتخب السنغال في مشكله، وان هو المنافس المباشر لقطر على التاهل في مركز تاني. منتخب قطر بقاله اكتر من سنه ماشي بشكل حلو، المنتخب اللي فاز بكاس اسيا 2019 واللي لعب مباريات مع منتخبات من كل قاره. يعني عندك مثلا منتخب قطر لاعب منتخبات من اسيا، ولاعب منتخبات من امريكا الجنوبيه ومن امريكا الشماليه، ولعب كمان منتخبات من اوروبا، واخيرا لعب منتخبات من افريقيا في كاس العرب. ونروح لاهم اللاعبين من منتخب قطر. اول لاعب معانا هو عبد الكريم حسن، وتاني لاعب معانا هو حسن الهيدوس ومعز علي واكرم عفيف. واللي انا اتوقع ان شاء الله ان قطر هتحسم التاهل كتاني المجموعه، لان الاول محسوم لهولندا بكل تاكيد. ونروح لتاني منتخب معانا في المجموعه الاولى وهو منتخب الاكوادور، وهو المنتخب الصعب اللي يقدر يرخم على كل منتخبات المجموعة، وهو هيكون العامل الأساسي في المنتخب الثاني اللي هيصعد مع هولندا، وإن نتيجة مباراته مع قطر والسنغال هي اللي هتحدد مين اللي هيتأهل، ده غير مباراة قطر والسنغال ذات نفسها. ونروح لثالث منتخب في المجموعة الأولى وهو منتخب السنغال، منتخب أسود الترانجا، بطل أفريقيا الكاميرون 2022 على حساب مصر بركلات الجزاء، واللي تأهل برضه لكأس العالم على حساب مصر بركلات الجزاء برضه. ومنتخب السنغال من أقوى المنتخبات الافريقيه اللي عندها سكواد كامل جامد. يعني مثلا عندك مندي حارس مرمى، وكولوبالي واسماعيل يسار وادريس جايا جه، واخيرا ساديو ماني اللي اتاكد ان هو مش هيشارك في كاس العالم، واللي ديت زي ما احنا ما قلنا مصلحه لمنتخب قطر. ونروح لرابع منتخب معانا في المجموعه الاولى وهو منتخب هولندا، المنتخب اللي لم يفوز بكاس العالم. والحقيقه منتخب الطواحين الهولنديه هو المنتخب اللي قادر ان هو يوصل لبعيد من المجموعة ديت في كاس العالم، وان هو من ضمن المرشحين بفوز كاس العالم، ولكن هو اقلهم حظوظا شوية. ونروح لاهم اللاعبين من منتخب هولندا، يعني مثلا عندك فان دايك وفرينكي ديونج ودي ليخت وديباي وغيرهم اسماء كتير. ونروح لتاني مجموعة معانا في كاس العالم وهي مجموعة الموت، مجموعة حرب العالمية الثالثة، مجموعة اللي بتضم منتخب انجلترا ومنتخب ايران ومنتخب امريكا ومنتخب ويلز. واول منتخب هنتكلم عليه في المجموعه الثانيه هو منتخب انجلترا، المنتخب اللي فاز بكاس العالم مره واحده بس في مونديال 66، وهو المنتخب اللي مرشح ان هو يخلص المجموعه اول بكل سهوله. المنتخب اللي عنده لعيبه خبرات، والمنتخب اللي عنده برضه لعيبه شباب اول مره تلعب كاس عالم. وهنا هي ديت نقطه ضعف منتخب انجلترا. هل اللعيبه الخبرات اللي لعبت كاس عالم قبل كده هتقدر تحتوي اللعيبه اللي ما لعبتش كاس عالم قبل كده؟ الاجابه هي لا. يعني لك ان تتخيل ان من ضمن اللعيبه الخبرات اللي هي المفروض تحتوي اللعيبه الصغيره ديت هاري ماجواير، وان في حاجه تانية ان اللعيبه الكبار مش هي ديت اللعيبه اللي هتشيل منتخب انجلترا ترفع بيه كاس العالم. يعني من ضمن اللعيبه اللي عندها خبرات تانية هاري كين وكي وولكر وهندرسون ولوك تشو. هل هم دولت اللي قادرين ان هم يوصلوا بانجلترا لنهائي كاس العالم ويرفعوا الذهب؟ لا طبعا، ولكن في عناصر شباب كتيرة مميزة الصراحة،
واول مره تلعب كاس عالم زي ارنولد وريس جيمس وبلينجهام وفودن وساك. يعني منتخب انجلترا نقدر نقول ان هو هيتاهل اول مجموعه بسهوله وممكن يعدي دور 16 كمان، بس مش هيمشي اكتر من كده. يعني منتخب انجلترا باسمه وبالاسماء اللي انا قلتها لك من شويه ديت قادر ان هو يرفع كاس عالم بمنتهى السهوله، بس في الواقع هي بعيده قوي عن منتخب انجلترا. ونروح لتاني منتخب معانا في المجموعه الثانيه وهو منتخب الولايات المتحده الامريكيه، المنتخب اللي عنده عناصر كتيره شابه برضه زي منتخب انجلترا، وعلى راسهم طبعا كريستيان بوليزيتش لاعب نادي تشيلسي. والحقيقه ان منتخب امريكا على الاسماء اللي عنده ديت وقادر ان هو يتاهل من دور المجموعات، ولكن هيواجه صعوبه مع منتخب ايران واللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. منتخب ايران الصعب تكتيكيا اللي انت ما تقدرش تسجل فيه اهداف كتيره، اللي تحت قياده كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر اللي طلعنا. اعتقد ان منتخب ايران يقدر يرخم على منتخب امريكا ويخطف منه 3 نقط كمان. والحقيقه ان منتخب ايران هيركن الاتوبيس وهيلعب على المرتدات واللي هو هيفلح فيها، وانا اتوقع ان هو اللي هيتأهل تاني مع انجلترا، وبالذات ان لعيبة منتخب امريكا ما عندهاش خبرات اللعب في كاس العالم، انما منتخب ايران ديت تالت مرة يشارك فيها على التوالي في كاس العالم، والمرة التانية هي لكيروش مع منتخب ايران وعلى التوالي برضه. فمنتخب ايران بطريقة لعبه يقدر يتأهل. واهم لاعب في منتخب ايران هو مهدي تريمي لاعب نادي بورتو البرتغال. ونروح لاخر منتخب معانا في المجموعة التانية وهو منتخب ويلز، المنتخب اللي ما عندوش تاريخ اصلا مع كاس العالم، اللي شارك في كاس العالم مرتين قبل كده وديت المرة الثالثة. وان منتخب ويلز كان على مر تاريخه كله هو منتخب اللاعب الواحد، واللاعب دوت دلوقتي هو جاريث بيل. فهل يقدر جاريث بيل يحقق مفاجأة ويشيل منتخب ويلز ويتأهل بيهم من دور المجموعات، ولا هيخرج حصالة المجموعة؟ ونروح للمجموعة الثالثة اللي بتضم الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا. وأول منتخب هنتكلم فيه في المجموعة ديت هو منتخب الأرجنتين، المنتخب اللي جاي عينه على كاس العالم وجاي علشان يحقق البطولة، ونقدر نقول ان هو من اقوى المرشحين بالفوز بالبطولة، واللي هو هيبقى اخر مونديال يشارك فيه ميسي، واللي طبعا ميسي نفسه يحقق بطولة كاس العالم قبل ما يعتزل. والحقيقة ان منتخب الارجنتين قادر ان هو يحقق البطولة، خصوصا ان هو عنده تيم قوي. يعني مثلا عنده مارتينيز الحارس والمدافع والمهاجم، وكوريا انتر وكوريا اتلتيكو ودي ماريا وديبالا وجوليان الفاريز، واخيرا كل دول تحت قيادة ليونيل ميسي. فهل منتخب ميسي ورفاقه هيقدر يحقق كاس العالم ولا هيكتفي بميدالية وخلاص؟ ونروح لتاني منتخب في المجموعة الثالثة وتاني منتخب عربي في البطولة، ألا وهو منتخب السعودية. والحقيقة ان من الصعب منتخب السعودية يتأهل، خصوصا ان اللي هينافسوا منتخب المكسيك ومنتخب بولندا. والحقيقة ما اعتقدش ان منتخب السعودية هيحافظ على المركز الثالث اللي حققه في مونديال 2018، واعتقد ان هو هيخلص المجموعة ديت رابع، بس ان شاء الله يكون بتمثيل مشرف، ويا رب يكون كلامنا غلط ويتأهل ان شاء الله. والحقيقة منتخب السعودية عنده عناصر يقدر ينافس بيها على الصعود، واللي طبعا ابرزهم سالم الدوسري لاعب نادي الهلال. وثالث منتخب معانا في المجموعة الثالثة هو منتخب المكسيك، واللي هو المنتخب اللي بيعرف يتأهل من دور المجموعات على طول، وان هو من اكتر المنتخبات اللي شاركت في كاس العالم وكمان استضافته. ولكن منتخب المكسيك اول لما هيتأهل هتلاقيه خرج على طول، هتلاقيه خرج من دور ال16 على طول. ونروح لرابع واخر منتخب معانا في المجموعة الثالثة وهو منتخب بولندا، منتخب ليفاندوسكي، المنتخب اللي في اخر مشاركاته في كاس العالم بيطلع على طول من دور المجموعات. والحقيقه ان ليفاندوسكي مفيش عناصر تساعده ان هو يسجل اهداف ويصعد بالمنتخب، واتوقع ان هو هيبقى حصاله المجموعه. ونروح للمجموعه الرابعه اللي بتضم فرنسا بطله العالم ومنتخب استراليا ومنتخب الدنمارك، وثالث منتخب عربي مشارك في البطوله واللي هو منتخب تونس. واول منتخب هنتكلم عليه في المجموعه الرابعه هو منتخب فرنسا، واللي هو عنده عناصر مميزه في كل عناصر الملعب. يعني خليني اقول لك كده شويه اسماء. يعني عندك مثلا لوريس وفاران، وعندك لوكاس هرنانديز وتيو هرنانديز وكونتي وصليبه، وعندك في خط النص تشاوميني وكامافينجا تلامذه توني كروس ولوكا مودريتش وجواندوزي ورابيو. وعندك بقى في الهجوم حدث ولا حرج، ديمبلي وكومان وجريزمان ومبابي وجيرو، وطبعا الحكومة كريم بنزيما. فهل منتخب فرنسا بلعنة البطل هيخرج من دور المجموعات، واللي هيكسر اللعنة ديت اللي هي ابتدت عليه بعد لما كسب مونديال 98؟ والحقيقة انا ما اتوقعش ان منتخب فرنسا هيخرج من دور المجموعات، لان هو غير لعيبة كتير قوي في المنتخب ودخل عنصر شباب، واقدر اقول ان منتخب فرنسا الحالي اكثر تركيزا من منتخب فرنسا 2018. والحقيقة برضو ان منتخب فرنسا قادر ان هو يخلص المجموعة ديت
اول مستريح قوي. فاكتب لي انت بقى تحت في التعليقات، هل منتخب فرنسا اللعنه هتقوم عليه ولا هو اللي هيكسر اللعنه؟ يعني هيخرج من دور المجموعات ولا هيكمل في البطوله؟ ونروح لتاني منتخب في المجموعه الرابعه واللي هو منتخب استراليا، وهو المنتخب اللي انا معرفش عنه حاجه ولا الكوير يعرف عنه حاجه برضه، واتوقع ان هو هيخرج حصاله من المجموعه دي. ونروح لتالت منتخب في المجموعه الرابعه واللي هو منتخب الدنمارك، واللي كان معترض عن اقامه البطوله في دوله قطر. والحقيقه انا نفسي اقول ان ما دام انت معترض عن اقامه البطوله في قطر، انت ليه رحت قطر وليه رحت تلعب البطوله؟ كنت تنسحب احسن. والحقيقه احنا هنا هنتكلم فني وبس، فخلينا نتكلم عن اهم اللعيبه في منتخب الدنمارك. يعني عندك مثلا شمايكل حارس مرمى، وسيمون كاير وكريستنسن وإريكسن وبريثويت واخيرا دولبرج. والحقيقه لو منتخب الدنمارك جاي مركز في البطولة فهو يقدر يتأهل بسهولة، انما لو هو جاي في دماغه ان هو معترض على البطولة وان هو مش عايز يلعب البطولة فهو مش هيتأهل، واللي هيتأهل مكانه منتخب تونس. وبما ان احنا جبنا سيرة منتخب تونس، فمنتخب تونس هو رابع منتخب في المجموعة الرابعة وثالث منتخب عربي معانا في كاس العالم لحد دلوقتي، واللي هو اكتر منتخب عربي بيلعب بذكاء وبيعرف يمتص حماس الخصم بتاعه ويطلعه بره المباراه بمنتهى السهوله كمان. وان شاء الله هو دوت اللي يعمله قدام الدنمارك في المباراه الاولى ويحسمها وياخد ال3 نقط ويحسم التاهل قبل ماتش فرنسا التالي. والحقيقه منتخب تونس عنده اسماء تقدر تخليه يتأهل من دور المجموعات، واللي انا مش هقول لك اساميها اللي هي اساميها معروفه بالنسبه لي. وما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات، هل منتخب تونس يقدر يتغلب على منتخب الدنمارك ويصعد لدور ال16 ولا لا؟ وبكده نكون خلصنا اول 4 مجموعات من كاس العالم، وان في منتخب واحد من ال16 اللي احنا قلناهم دلوقتي هيكون طرف من طرفي النهائي. فانزل بقى اكتب لي تحت في التعليقات تتوقع مين الطرف الاول في نهائي كاس العالم. وقبل ما نكمل في ال4 مجموعات التانية، ما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك لو الفيديو عجبك وتشير في كل مكان وتشجعني على الاستمرار في تقديم المحتوى. ونروح بقى للمجموعة الخامسة اللي بتضم اسبانيا وكوستاريكا والمانيا واليابان. واول منتخب هنتكلم عليه هو منتخب اسبانيا بطل مونديال 2010، وان هو والمانيا المرشحين من التأهل من المجموعة دي، ولكن مين فيهم اول ومين فيهم تاني؟ اتوقع ان منتخب اسبانيا هو اللي هيتأهل كأول. والحقيقة اهم نقطة في منتخب اسبانيا هي نقطة المستبعدين، واللي خليني اقول لك عليها كده. عندك ديخيا وكيبا حراس المرمى، وراموس وتيجو الكانتارو، والحقيقة في اسماء غيرهم كتير. والحقيقة انت لو بصيت الناحية التانية على قائمة منتخب اسبانيا فهتلاقيها برضو مليانة لعيبة كتير. يعني عندك مثلا كارفاغال وألبا وباو توريس ورودري وجافي وبدري وفاتي واسينسيو كمان. فهل منتخب اسبانيا بعد الاسماء اللي انا قلتها لك دي قادر ان هو يوصل لبعيد في كاس العالم ولا هيخرج بدري؟ والحقيقة انا اتوقع ان هو هيصعد اول بس مش هيكمل كتير في البطولة، هيخرج من دور ال16 او دور ال8. ونروح لتاني منتخب في المجموعة الخامسة واللي هو منتخب كوستاريكا، واللي ولا انا برضو ولا الكوير نعرف عنه حاجة. وبكده بقى نوصل لثالث منتخب في المجموعة الخامسة واللي هو منتخب ألمانيا. فهل منتخب ألمانيا بقى هيعدل رقم البرازيل ويفوز بالبطولة الخامسة ليه، ولا هيحقق مفاجأة وما يوصلش للنهائي؟ لأن المفاجأة إن منتخب ألمانيا ما يوصلش للنهائي أو نص النهائي. والحقيقة أنا أتوقع إن منتخب ألمانيا هيخلص المجموعة ديت تاني بس هيوصل لنص النهائي وهيحقق ميدالية كمان في البطولة دي. منتخب ألمانيا اللي هو بطل مونديال 2014 على حساب ميسي، والمونديال دوت اللي اتلعب في البرازيل. ومشكله منتخب المانيا في السنين اللي فاتت ديت ان هو في مباراه هتحس ان هو احسن منتخب في العالم، وفي مباراه تانية هتحس ان هو منتخب عادي واي منتخب يقدر يكسبه عادي. فتعالى اقول لك على بعض الاسامي في منتخب المانيا. عندك نوير حارس مرمى، وعندك روديجير وكيميتش ومولر وجمال موزيلا وصانيه وجنابري. فهل منتخب المانيا بعد الاسماء اللي انا قلتها لك ديت هيحقق كاس العالم ولا هيحقق مفاجاه ويخرج من كاس العالم؟ والمفاجاه هنا انا قلتها لك ان هو ما يوصلش نص النهائي. ونروح لاخر منتخب معانا في المجموعه الخامسه واللي هو منتخب اليابان، المنتخب اللي برضه مش هيقدر يحقق حاجه في كاس العالم ومش هيقدر يصل، بس مش هيبقى حصاله وهيكتفي بالتمثيل المشرف، لان الحصاله محسومه لكوستاريكا. اللي اليابان تقدر تعمله ان هي تقدم اداء مشرف قدام المانيا واسبانيا بس كده. وما تنساش انت بقى تكتب لي تحت في التعليقات تتوقع مين هيتأهل اول ومين هيتأهل تاني بين منتخب المانيا واسبانيا. ونروح للمجموعة السادسة اللي بتتكون من بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا. واول منتخب هنتكلم عليه في المجموعه السادسه هو منتخب بلجيكا، المنتخب الجامد اللي حقق برونزيه كاس العالم في مونديال روسيا 2018. والحقيقه ان من المفترض ان منتخب بلجيكا يكون عينه على كاس العالم، وهو من ضمن المرشحين للفوز بكاس العالم، بس هو مش من اقوى المرشحين. يعني في منتخبات عينيها على اللقب اكتر منه. منتخب بلجيكا اللي عنده تيم متناغم ومستقر هيخلص المجموعه ديت في المركز الاول بكل سهوله. والحقيقه ان هو عنده اسماء كتيره كبيره يقدر يستغل التاهل على حسابه، بس
بس عنده خط دفاع طالع على المعاش حرفيا. انت ما شفتش تريزيجيه عمل فيهم ايه في الماتش. وتاني نقطه سلبيه في منتخب بلجيكا ان هو المنتخب تقدم في العمر جامد قوي، واللي دوت هيصعب من مهمه ان هو يوصل لبعيد في كاس العالم. فهل منتخب بلجيكا بقى هيوصل نهائي كاس العالم ويفوز بكاس العالم لاول مره في تاريخه ويحقق الحلم، ولا هيبقى اخره معانا ربع نهائي؟ ونروح بقى لاخر منتخب عربي معانا في كاس العالم، واللي هو منتخب المغرب، واللي هو اقوى منتخب عربي موجود دلوقتي على الساحه. المنتخب اللي يقدر يفوز على كندا ويحرج بلجيكا وكرواتيا ويتاهل كاول كمان. يعني خليني اقول لك بعض الاسماء من منتخب المغرب. يعني عندك مثلا في حراسه المرمى ياسين بونو، وعندك في الدفاع اشرف حكيمي ونصير مزراوي ورومان سايس، وعندك بقى في الوسط سفيان بوفال وحكيم زياش، وعندك في الهجوم نصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله. الحقيقه منتخب المغرب وقع في مونديال 2018 في مجموعه صعبه قوي مع منتخب اسبانيا والبرتغال، ووقع برضه في مجموعه صعبه في مونديال قطر 2022 واللي وقع فيها مع بلجيكا وكرواتيا، تاني وتالت العالم في مونديال روسيا 2018. وبما ان احنا جبنا سيره منتخب كرواتيا فتعالوا نتكلم عليه. منتخب كرواتيا اللي عنده اسماء خبره كتيره قوي، ولكن بيعاني من زياده معدل اعمار اللعيبه، واللي دوت هنشوفه في كاس العالم. هل منتخب كرواتيا هيقدر يتعامل مع المشكله دي ولا لا؟ فخليني اقول لك بعض الاسماء الخبره اللي موجوده في منتخب كرواتيا. يعني عندك مثلا راكيتيتش وريبيتش وبروزوفيتش وطبعا مودريتش. ودوت بقى اللي هيوصلنا للسؤال، منتخب كرواتيا، هل منتخب كرواتيا بعد الاسماء اللي انا قلتها لك ديت هيقدر يحافظ على وصافة كاس العالم، ولا مش هيتأهل خالص، ولا هيتأهل ويخرج من دور ال16 او من دور ال8؟ مستني تعليقك في الكومنتات. ونروح بقى للمجموعة السابعة اللي بتضم منتخب البرازيل، المنتخب الاكثر فوزا بكاس العالم، والمنتخب الاكثر لعبا للمباريات في كاس العالم، والمنتخب الاكثر تسجيلا للاهداف في كاس العالم برضه. وعندنا برضه في المجموعه ديت منتخبات زي صربيا وسويسرا والكاميرون. فخلينا نتكلم في الاول عن منتخب البرازيل، واللي هو يقدر يتاهل من المجموعه ديت كاول بكل سهوله، واللي هو هدفه الاساسي من المشاركه في مونديال قطر ان هو يرفع الذهب في الاخر ويعزز رقمه القياسي ويبعد عن منتخب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. فخليني أقول لك عن أهم اللعيبة في قائمة منتخب البرازيل. الحقيقة أنا مش هقول لك أهم اللعيبة، أنا هقول لك القائمة كلها، لأن القائمة كلها لعيبة مهمة. يعني مثلا عندك في حراسة المرمى أليسون وإيدرسون حارسي ليفربول ومانشستر سيتي، وعندك في الدفاع تياجو سيلفا وماركينوس وميليتاو وداني ألفيش، وعندك في الوسط كازيميرو وفابينيو، وفي الهجوم بقى حدث ولا حرج، عندك رودريجو ورافينيا وأنتوني ومارتينيلي وريتشارلسون وجابريال خيسوس وفينيسيوس جونيور، وطبعا كل دولت معاهم نيمار. ونيمار اللي هو من اول الموسم مع باريس سان جيرمان بيقدم اداء استثنائي، وان هو بيكتب رسالة تحذير ان هو جاي علشان يرفع الذهب في اخر البطولة. والحقيقة منتخب البرازيل لو ما حققش بطولة كاس العالم 2022 اللي احنا فيها دي، هو هيحقق بطولة 2026. يعني بطولة كاس العالم جاية للبرازيل، لان هم معاهم جيل شباب قوي، كمان 4 سنين ديت هيكونوا ازدادوا خبرة وتوهجا، وهيبقى منتخب اقوى كمان. منتخب البرازيل المنتخب الوحيد في البطولة اللي انت تقول مفيش منتخب بعينه يقدر عليه، وان هو كفيل بكل المنتخبات اللي موجوده في البطوله. فهل منتخب البرازيل بقى هيوسع الفرق بينه وبين منتخب المانيا في مونديال قطر 2022، ولا هتتأجل لإشعار آخر؟ ونروح بعد كده للمنتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون، واللي هي هتبقى محسومة لكل منتخب، كل منتخب عارف مركزه بكل سهولة. أتوقع إن الكاميرون رايحة تتبهدل تبقى حصالة وترجع، وإن منتخب صربيا هيحاول يعمل تمثيل مشرف تنفعه في المونديالات الجاية، وإن منتخب سويسرا أقرب المتأهلين ورا البرازيل. ونروح بقى للمجموعة الثامنة والأخيرة من مجموعات كأس العالم، واللي بتضم البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية. وأول منتخب هتكلم عليه في المجموعة الثامنة هو منتخب كوريا الجنوبية. الحقيقة المجموعة ديت اتوقع ان الاربع منتخبات اللي فيها هيقدموا اداء مميز، بس اتوقع ان كوريا الجنوبية اللي بتعتمد على سون بس مش هتقدر تتأهل من دور المجموعات من كاس العالم، وهتكون متزايلة الترتيب كمان، بس هتقدم اداء مشرف. ونروح بقى لتاني منتخب في المجموعة التانية هتكلم عليه، وهو منتخب غانا. منتخب غانا اللي حقق مشاركة من افضل مشاركات المنتخبات الافريقية في مونديال 2010، والحقيقة ان هو هيبقى منتخب رخم على منتخبات البطولة، وبالاخص على الاوروجواي اللي خرجتهم في 2010. واتوقع برضو ان هو يؤدي اداء مشرف وهيحسم المركز الثالث. ونروح بقى لثالث منتخب هتكلم عليه في المجموعه الثامنه النهارده، وهو اول منتخب فاز بكاس العالم واللي كانت على ارضه سنه 30، الا وهو منتخب الاوروجواي. والحقيقه هو منتخب عنده اسماء تقيله قوي زي فالفيردي وداروين نونيز واروخ وغيرهم كتير قوي. والحقيقه انا ما استبعدش خالص ان منتخب الاوروجواي يخلص المجموعه كاول ويوصل لبعيد قوي في كاس العالم. ونروح بقى لاخر منتخب معانا في المجموعه الثامنه وفي كاس العالم، واللي هو منتخب البرتغال اللي ما فازش ولا مره بكاس العالم. بس الحقيقه الجيل الحالي من منتخب البرتغال
قادر ان هو يوصل لبعيد في كاس العالم، وان هو عنده عناصر تانية كتير غير كريستيانو رونالدو يعتمد عليها. والاسماء دي تتمثل في روبن دياز وكانسيلو وبرونو فرنانديز وروبن نيفيز ونونو مينديش وبرناندو سيلفا ورافائيل لياو وجواو فيليكس، وكل دول طبعا تحت قيادة الدون كريستيانو رونالدو. فهل منتخب البرتغال قادر ان هو يوصل لبعيد في كاس العالم؟ الاجابة هتكون على حسب اداء منتخب البرتغال في دور المجموعات. يعني لو هو عمل اداء سيء وتأهل كتاني هيواجه اول المجموعة السبعة واللي هو بنسبة كبيرة هيكون البرازيل، ومن هنا كريستيانو رونالدو هيروح بدري. انما لو هو قدم اداء مميز في دور المجموعات وفنش اول، فبنسبة كبيرة نقدر نقول ان كريستيانو رونالدو هيوصل لبعيد في كاس العالم. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن مجموعات كاس العالم. ال16 منتخب التانيين هيكون منهم الطرف التاني في نهائي كاس العالم. ما تنساش تكتب لي تحت توقعاتك للمتأهلين من كل مجموعة وطرفي نهائي مونديال قطر 2022. بس كده ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير في كل مكان، وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا، وتتابع حسابي على التيك توك اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت، وتشارك في مسابقة توقع المونديال في لمسة المونديال. بس كده، سلام.